السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة جوليا ستوديو، أفضل مكان للطلاب والسيدات عشان يتعلموا الجرافيك ديزاين وازاي يقدروا يعملوا دخل مادي من التصميم بطريقة سهلة، وكله ده من البيت. كل اللي هتحتاجوه هو أي جهاز متوفر عندكم سواء موبايل أو لابتوب ووصلة نت. يلا بينا نبدأ. أحلى مصادر الدخل هو الدخل السلبي أو الباسيف إنكم. معظم الناس ممكن تفتكر إن الدخل السلبي ممكن يكون بالناقص مش بالزائد. لا، الدخل السلبي معناه إن في فلوس منتظمة بتدخلك بدون شغل مستمر. يعني ممكن تكون نايم الساعة واحدة، تصحى الصبح تلاقي في فلوس دخلت في حسابك وانت نايم. يعني انت ممكن تشتغل مرة واحدة في منتج، والمنتج ده يدخلك فلوس كذا مرة أو يتباع لكذا حد. والنهاردة هقولك على فكرة الدخل السلبي بشكل عام. ايه هي الطرق اللي ممكن انت كمبتدئ تبدأ فيها بدون خبرة؟ فتابع معايا الفيديو من اوله لاخره، لاني هبدأ اشرح فيهم من اسهل واضعف طريقة لحد ليفل الوحش. لو انت حابب او حابة تكسبي فلوس من البيت ويكون عندك دخل مستقل، او انت ام او طالبة او ربة منزل وعندك وقت فراغ وحابة تستغليه في حاجة مفيدة وتحققي فيه انجاز خاص بيكي، وتعبت من البحث في فيديوهات اليوتيوب الكتير اللي ما بتقدمش غير معلومات بسيطة او غير دقيقة عن الدخل السلبي، في الفيديو ده ليكي. اول حاجه، الدخل السلبي له شكلين في حياتنا ومعظمنا ممكن يكون بيمارسه في حياته اليوميه. يعني انت ممكن يكون معاك عربيه او بيت مأجرهم او وديعه في البنك، ويكونوا بيدخلوا لك دخل مادي كل شهر وانت قاعد في بيتك. طيب كلكم بتسألوا ايه ممكن اكسب من البيت وانا قاعد وانا اصلا ما عنديش رأس مال ابدأ؟ سؤال جميل وهجاوبكم عليه. شايفين الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده بالنسبه لي يعتبر اصل، يعني ممكن بعد سنه او اتنين يعمل لي مشاهدات ويبدأ يعمل لي دخل مادي استفاد منه، مع اني ممكن اكون مصوراه ومخلصاه من بدري. وهي دي فكرة الدخل السلبي، فيديو او تصميم انت عملته ورفعته بيعمل لك دخل مستمر وانت نايم. النهارده هقول لكم على طرق تعرفوا تعملوا بيها دخل من الانترنت بشكل مستمر. اول طريقه هنتكلم عنها هي كتابه المدونات. يعني ايه مدونات؟ المدونه هي عباره عن موقع الكتروني بيضم عدد من المقالات في مجال معين، يعني زي المفكره او الدفتر اللي بتكتب فيه يومياتك او خبراتك في المجال اللي انت كويس فيه. يعني لو انت دكتور او مهندس وحابب تعمل زياده في وقت فراغك، فممكن تكتب خبراتك او استشارات خاصة بالطب او الهندسة على مدونة خاصة بيك، ومع الوقت هتبدأ تعمل دخل مادي. وعلى فكرة، لو انت فاكر ان فكرة المادة انتهت فانت غلطان. صديقي، انت اول ما بتيجي تدور على اي حاجة في جوجل، زي مثلا انه تبحث عن دواء معين او استشارة طبية معينة او خبر صحفي مهم، فانت بتلاقي مواقع كتير ظهرت لك، وبتبدأ تختار الموقع اللي عنوانه بيشد. فمجرد ما بتضغط على الموقع وتبحث فيه، فده لوحده بيبدأ يدخل دخل مادي للموقع من الزيارات. اهم حاجة الاستمرارية، والمحتوى يكون ممنهج ويجذب القارئ. زي مدونة موضوع، دي بتسجل حوالي 7 مليون زيارة، أو مدونة اليوم السابع. تاني حاجة ممكن تعمل لك دخل مادي وتكسب منها فلوس هي اليوتيوب فيديوز. يعني تعمل قناة يوتيوب في مجال انت بتحبه. مثلا انت بتحب الطبخ، فتعمل قناة تتكلم عن الطبخ والتركات بتاعته. واهم حاجة الاستمرارية، يعني تعمل ابديت منتظم من فيديوهاتك دايما. انا برشح تعمل من فيديو لاتنين اسبوعيا، لانه زي ما قلنا قبل كده اهم حاجة الاستمرارية. ومش شرط تعمل فيديوهات مدتها كبيرة، ممكن الفيديو يكون دقيقة واحدة ويكون فيها المختصر مفيد ويحقق لك نسبة مشاهدات عالية جدا. ومش شرط تظهر في الفيديو، في افكار كتير ممكن تعمل بيها قناة يوتيوب ومش محتاج تظهر فيها وتحقق برضو مشاهدات عالية. بس في حد هيجي يقولي الانتشار دلوقتي في اليوتيوب بقى صعب. هو فعلا صعب لو انت مش فاهم انت بتعمل ايه. وعلى فكرة، في ناس ممكن تحقق شروط الربح في يومين، بس لو انت ماشي صح. تالت حاجة هنتكلم عنها وممكن كمان تعمل لك دخل مادي من البيت وانت نايم، هو بيع المنتجات الرقمية. وده بيظهر عندنا في عدة صور هشرحهم بالتفصيل الممل في فيديوهات قادمة بإذن الله، لأن هيطول شرحهم. تابعوني ومتنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وفعلوا زر الجرس.